فتح الشجعاني بأجمل كلامه طلع حي البدراني حي الله بأجمل كلامه وطلع حي البدراني حي الله القرباشي حنوني حي البدراني حي الله القرباشاني حنوني حي البدراني حي الله أهلهم أهل تمكيني حي البدراني حي الله حيتهم ناظرة العين حيتهم ناظرة العين حيتهم مطار البلد حي البدراني حي الله حيتهم مطار البلد حي البدراني حي الله حي القرباشي حنوني حي البدراني حي الله أهلهم أهل تمكيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام البررة الميامين والتابعين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أيها الأكارم في الله، إخوتي الأكارم، نحن الآن في هذه التكية المباركة، في تكية عمنا السيد الشيخ سلطان البدراني. فقال له يا أحمد، سبب حضورنا لهذه التكية هي أولا صلة رحم لأبناء عمومتنا السادة البوبدران، وحقيقة نحن اليوم وجدنا يعني ترحيب لا مثيل له، حقيقة يعني أثلج صدورنا هذا الترحيب الذي شفناه من قبل السيد الشيخ أحمد سلطان البدراني والسادة الجمع المبارك اللي هنا كلهم ما شاء الله، الله يبارك بهم جميعا. وثانيا حضرنا هنا تلبية لدعوة السيد الشيخ أحمد لحضور هذا الذكر المقام لأجل روح السيدية أم أحمد، الله يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها. حقيقة يعني أنا تعبيري يعني ما أستطيع أن أعبر عن مدى فرحي وسروري أنا وإخوتي الذين جئنا وتحملنا عناء السفر حتى نجي هنا، فيعني ما أعرف شلون أوصف هذا الفرح الموجود في داخلي. حقيقة يعني أنا في غاية الفرح وفي غاية السرور. شكري وتقديري لجميع الأخوة الموجودين هنا، وأكرر شكري وتقديري لهم. كلنا نحزن لفقد أحبتنا، كلنا نحزن، وهذا أمر طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن عزاؤنا أيها الأحباب أن من فقدناهم عاشوا في كنف الله جل وعلا وفي ربوع الصالحين، فيقيننا بالله أنهم مع حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذا عزاؤنا فيهم أيها الأحباب، وأسأل الله تعالى أن نسير على خطاهم وأن نجتمع مع الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. وأخيرا أشكر الشيخ على حسن استضافته واستقباله، وجزاكم الله جميعا كل خير. وأختم بدعاء بسيط، أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم تجلى علينا يا رب العالمين برضاك ورضوانك ورحمتك ومغفرتك، نظرة منك يا رب لا نشقى بعدها أبدا يا رب. يا رب علق قلوبنا واربط قلوبنا بحبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم ومناجاة حبيبك المصطفى والتكلم معه ورؤيته يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ارزقنا رؤيته يقظة ومناما يا رب العالمين. اجعلنا في قلب الإنسان الكامل يا الله. اللهم يا رب
العالمين اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا أو مطرودا أو محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وأنت الذي وقلت وقولك الحق على لسان حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم: هم الجلساء لا يشقى بهم جليس. اللهم صل على سيدنا محمد. أذكركم أيها الأحباب بما ورد في الأثر: أكثروا من الإخوان فإن لهم شفاعة. فيا أحباب، في تلك الدار لا ينسى بعضنا بعضا، وأن يشفع بعضنا لبعض، وأن ندعو لبعضنا بالخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.